بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الكورنويد فراكشرز. الحقيقه الكورنويد فراكشرز دي من الموضوعات المظلومه جدا في اورثو بوليتس و... ولازم اضيف عليها شويه حاجات. كان لازم اضيف عليها شويه حاجات لان الحاجات دي كلها حاجات جديده وكلها بتتكلم في صلب الموضوع وكلاسيفيكيشن جديده بتجايد التريتمنت. والناس كلها دلوقتي بقت بتتكلم باللغه ديت في الكورونيد فراكشر، ما عادش حد بيتكلم بلغه ريجان موري بتاعت زمان. آم، الكورونويد الاول قبل ما نبدا في الكلام عن الفراكشر، مهم نعرف الاناتومي بتاعها عامل ازاي. الاناتومي بتاعها مش مجرد حته عظمه قدام الايه، قدام التروكليا وخلاص. لا، ده العظمه دي مهمه جدا في الاستابيليتي بتاعت القلب. الكورونويد بتتكون من حاجتين، من اتنين فاسد، الفاسد دي والفاسد دي. الفاسد دي اهمهم اللي هي الانتروميديال فاسد. والانتروميديال فاسد مهمه ليه؟ علشان هي جنب السبلايم تيوبركل. والسبلايم تيوبركل مهمه ليه؟ علشان هي اتاتشد للانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجمنت. يبقى الانتروميديال فاسد اكتسبت اهميتها من السبلايم تيوبركل اللي ماسكه فيها، او الجزء منها يعني سبلايم تيوبركل اللي ماسك فيها الانتيريور باند بتاعت الميديال كولاترال ليجمنت. معنى ذلك ان احنا لو كسرنا الكورنويد في الحته دي، يبقى معنى ذلك ان احنا كسرنا الانتروميديال فاسيت اللي ماسكه في السبلايم تيوبركل اللي ماسكه في الانتيريور باند بتاعت الميديال كولاترال ليجمنت. والانتيريور باند بتاعت الميديال كولاترال ليجمنت هي اهم باند في الايه، في الميديال كولاترال ليجمنت، اللي هي مهمه في الفارس ستابيليتي بتاعت القلب. يبقى فراكشر في الانتروميديال فاسيت ده مشكله كبيره جدا، بتديستابلايز القلبه ولازم يتثبت. تاني حاجه عندنا الانترو لاترال فاسيت اللي هو الجزء الاصفر ده، في الليسر سيجمويد نوتش، وده بيارتكوليت مع الريديوس، مش بيارتكوليت مع الهيومرس خالص. والريديوس طبعا حواليها الانولار ليجامنت، علشان لما تحصل سوباينيشن بورنيشن الريديال هيد بتلف حوالين الايه، الاطار بتاعها ده. طيب في حاجة تانية مهمة، في حاجة تانية مهمة. ايه المهم تاني؟ عندنا الاتاتشمنت ده بتاع الكبسول، ده الانتيريور كبسول، والاتاتشمنت ده بتاع البريكاليس ماسل. لو بصينا على التب، الجزء ده من الكورونويد، الجزء ده مش ماسك في حاجة. الاتاتشمنت بتاع الكبسول بيبدأ من تحت التب من هنا، والاتاتشمنت بتاع الايه، بتاع البريكاليس بيبدأ من هنا. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان التب بتاعة الكرونويد ده انترا ارتيكولار ستراكشر، مش اتاتشد لاي ايه، لاي ليجامنت او اي كبسول. لو احنا فتحنا الكبسول من قدام، ده كده الايه، دي كادافيريك دايسكشن للقلبو، وهو فاتح الكبسول من قدام. فشايفين الايه، الجزء اللب ده، اللب ديت التب. ماسك بقى من هنا مين اللي عليه الاسهم ده؟ دي الكبسول، ده الاتاتشمنت بتاع الكبسول. وبعد كده الجزء رقم اتنين ده الاتاتشمنت بتاع ايه، بتاع المصل. يعني انا عندي الكبسول ماسكه من هنا، دي كلها اتاتشمنت بتاع الكبسول. وعندي البريكاليس ماسل اتاتشد من هنا. انما التب دي مش ماسكه في اي حاجه. طب لما نشوفها مكسوره، هل ده معناه ايه؟ ده معناه ان عمر ما التب بتاعت الكورونويد تبقى افولجن فراكشر. طالما تب مكسوره بس، تب صغيره بس كده، دي بتبقى شير فراكشر مش افولجن فراكشر. يبقى مهم عندنا ان احنا نعرف ان الكبسول اتاتشد ب 2 ل 6 مللي من الكورونويد تب. ومور ديستال البريكاليس ماسلز ليها برود انسرشن ايه، على الايه، البيز بتاعه الكورونويد. يبقى اذا لو كسرت البيز بتاعه الكورونويد، يبقى انا كده الكبسول ماسكه في الفراجمنت، والبريكاليس ماسل ماسكه في الفراجمنت. وده مهم، ايوه مهم، هنعرف بعد كده مهم ليه في الريدكشن بتاع الايه، الفراكشن. طيب لو ما نبص بالسكوب جوه الجوينت، لو نبص بالسكوب جوه الجوينت هنشوف الكورونويد ليه، لان هي زي ما انا قلت انترا ارتيكولار ستراكشر. يبقى لما نرجع للصورة اللي فاتت تاني، يبقى انا عندي الكورنويد مهم، اهم حاجه فيه، اهم جزء فيها مين؟ الانتروميديال فاسيت. ليه؟ علشان السبلايم تيوبركل. ليه؟ علشان اتاتشد الانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجمنت. انما الانترولاترال فاسيت مش باهميه ال ال
الانتروميديال فاسيت على الاطلاق. طيب، تاني حاجه مهمه الاتاتشمنت بتاع الكبسول، اللي طبعا الجزء اللي وراها ده هو التب باصه من وراها، فالتب هنا في اللاترال باينه جدا. كل ده بره الايه كل ده بره الايه الكبسول. الكبسول بادئه من اول هنا، وبعد كده بادئ بيمسك الايه البريكاليس مصل. وعشان كده لما هكسر هنا ده مش هيبقى ماسك في الكبسول، لو كسرت هنا هيبقى ماسك في الكبسول وماسك في البريكاليس ماسل، وكمان ضامم السبلايم تيوبركل اللي ماسكه في الانتيريور باند بتاعه اللاترال الميديال كولاترال ليجامنت. يبقى انا عندي الفراكشر في البيز مش حلو. ليه مش حلو؟ علشان بيديستابلايز الالبو. ليه بيديستابلايز الالبو؟ علشان الفراجمنت هتبقى ماسكه في الانتيريور باند اللي في السبلايم تيوبركل اللي في الانتروميديال فاست. انما الفراكشر في التب كويس بسيط، ما عندوش مشكله كبيره قوي. التب تعتبر انتيريور باترس للهيومرس، لكن مش ماسكه في اي ليجامنت ولا ماسكه في اي كبسول ولا ماسكه في اي حاجه. وهنعرف بعد كده اهميته، اهميه دوت في الايه في الثري كولم ثيوري. طيب، يبقى انا عندي الارتيكولار سيرفيس متكون من ايه؟ من ميديال فاسيت ولاترال فاسيت او انتروميديال فاسيت. يعني هي كده كده هي واحد. الانتروميديال فاسيت هي الميديال فاسيت، هي تو فاسيتس في السيجمويد ايه في النوتش بتاعه الايه الاوليكرينو. طيب، الميديال فاسيت مهمه ليه؟ زي ما قلنا ماسكه فين؟ في السبلايم تيوبركل اللي هي اتاتشد للانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجامنت، اللي هي اهم جزء عندي في الميديال كولاترال ليجامنت، اللي هي المين استابلايزر للفارس استابيليتي. طيب، بعد كده عندنا البايوميكانكس. البايوميكانكس الكورنويد بروسيس تعتبر من البرايمري ستابلايزر للالبو. ولما نجيب سيره البرايمري ستابلايزرز بنقول الالنو هيومرال ارتكوليشن. بس هو الالنو هيومرال ارتكوليشن هو بيستابلايز ليه؟ لان الكرينون عامله زي الهوك، والتروكلي عامله زي الاسطوانه حوالين الايه حوالين الهوك. فالاسطوانه يبقى فيها بطرس ورا وبطرس قدام، ورا بالايه بالاوريكرينون بروسيس وقدام بالكورونويد بروسيس، والاثنين مع بعض بيعملوا بروكسيمال النا اللي هي الشكل بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي عامل زي الهوك. طيب، وقلنا الكورونويد فانكشن زي انتيريور باترس. وقلنا الفراكشر عند الكورونويد بيز بيأثر في الاستابيليتي بتاعت الالبو. ليه بيأثر في الاستابيليتي بتاعت الالبو؟ علشان الكبسول اتاتشمنت، وعشان الايه البندل بتاعت الميديال النر كولاترال ليجامنت الانتيريور باندل. فالانتيريور باندل اتاتشد ل 18 مللي ديستال للتب، الكبسول اتاتشد 6 مللي ديستال للتب. وهنا اهميه الفراكشر بيز. لما الاقي الكسر بتاعي مقاسه الفراجمنت مثلا مقاسها حوالي 20 مللي مثلا، او يعني 2 سنتي مثلا ولا حاجه، يعني فراجمنت كبيره جدا، انا كده متاكد مليون الميه ان الانتيريور باند بتاعه الايه الميديا كولاترال ليجامنت راحت خلاص، هي مع الفراجمنت المكسوره. الانتيريور باند دي هي كمان هي مع الفراجمنت المكسوره. ولو كان عندك الايه وكمان متاكد ان الكبسول اوريدي كمان مع الفراجمنت المكسوره، وممكن البريكالس ماسل كمان تبقى مع الفراجمنت المكسوره. ودي اهميه البيزل فراكشرز بتاعه الكورنويد، اللي تخليني الكلمه بتاعت بيز فراكشر اوف كورنويد ده يخليني اقلق. ليه اقلق؟ علشان الباند بتاعت الايه الميديا كولاترال، وعلشان الكبسول والايه والبريكالس ماسل اتاتشد ليه. انما لو التب ما تقلقنيش قوي. طيب، نيجي نتكلم في الالبو استابيليتي. في حاجات كتير يا جماعه مش انا هقولها في المحاضره مش هتبقى موجوده، مش هتشوفوها، مش هتلاقوها موجوده في الفورس بوليت، وعشان كده هديكم البي دي اف بتاع المحاضره دي. الاودري سكول طبعا زي ما قلنا في الكرينو، الراجل ده يعني من الناس العباقره في الالبو، وعمل حاجات كتير جدا وليه شغل كتير جدا في الايه في الالبو ستابيليتي والالبو فراكشرز والكلاسيفيكيشنز بتاعتهم. فاودري سكول قال لك ايه؟ قال لك والله الاستابيليتي بتاعت الالبو عباره عن مثلثين، وسماها الاودري سكول فورتريس. فورتريس دي يعني قلعه او طابيه حاميه دفاع عن الايه عن الالبو. فقال لك الايه الثلاثه بيلرز او الثلاثه ايه ثلاث 3 انجلز بتوع البرايمري ستابلايزرز بيتكونوا من التوب
الالنو هيومرال ارتكوليشن، وده رقم واحد. تاني حاجه عندك الانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجامنت، وبعد كده عندنا الايه اللاترال النر كولاترال ليجامنت اللي هي الباند المهمه في اللاترال كولاترال ليجامنت بتاع الايه بتاع الالبو. يبقى انا عندي الباند المهمه في الميديال كولاترالز هي الانتيريور باند، والباند المهمه في الريديال كولاترال اللي هي اللاترال النر كولاترال ليجامنت. ودول اسمهم ايه؟ اسمهم البرايمري ستابلايزرز. يضيف عليهم الايه الاضلاع دي. الاضلاع دي عباره عن الكبسول بتاعه المفصل. تاني حاجه بنتكلم عنها هي السكندري ستابلايزرز، والسكندري ستابلايزرز هم رقم واحد الراديو كابيتولار ارتكوليشن، اثنين الكومن فليكسورز والكومن اكستنسور اوريجين. كومن فليكسور والكومن اكستنسور ايه ماسلز اتاتشد. طبعا الكومن فليكسور اتاتشد للميديال كوندايل، والكومن اكستنسور اتاتشد لللاترال كوندايل. ومن هنا جات دول السكندري ستابلايزرز. يبقى انا عندي برايمري ستابلايزرز وسكندري ستابلايزرز اكوردنج لمين؟ لاودريسكول فورتريس. الاودريسكول فورتريس بتتكون من ايه؟ اول حاجه البرايمري ستابلايزرز الالنو هيومرال ارتكوليشن، وطبيعي منطقي هي المين فانكشن بتاعت الالبو هي الفليكشن اكستنشن، والفليكشن اكستنشن هي فانكشن بتاعت الالنو هيومرال ارتكوليشن، لان الايه الالنا بتهوك حوالين التروكليا هي اللي بتسمح بالفليكشن والاكستنشن. تاني حاجه عندنا اللي بيمنتين الاستابيليتي بتاعت الفليكشن اكستنشن جوينت ده هما اللاترال والميديال كولاترال ليجامنت. وزي ما احنا عارفين اللاترال والميديال كولاترال ليجامنت الاثنين سواء من ناحيه الريديوس او من ناحيه اللاترال اسبكت او من ناحيه الميديال اسبكت، الاثنين عباره عن كونكشن ما بين الهيومرس والالنا، مش الهيومرس والريديوس خالص، الهيومرس والالنا. يبقى انا كده حافظت على الفليكشن اكستنشن رينج، مفصل بيتحرك على زي الهنج، وتو ليجامنت ماسكينه من الايه من اليمين والشمال، ودولت الايه البرايمري ستابلايزرز بتوع القلب. نيجي بقى للسكندري ستابلايزرز بتوع القلب زي الراديو كابيتيلار ارتكوليشن، وده مهم في الفالجاس ستابيليتي. يعني انا الراديو كابيتيلار ارتكوليشن هو الفانكشن بتاعته هي سوباينيشن برونيشن، بس برضو بيحافظ على الفالجاس ستابيليتي. اول ما يجي القلب يخش في فالجاس، في جاب فالجاس دايركشن، الراديوس هتمباكت اجينست الكابيتال، وده بيدي ستابيليتي للفالجاس فورس اجينست الفالجاس فورس. تاني من السكندري ستابلايزرز هم الكومن فليكسورز والكومن اكستنسورز طالعين من الميديال واللاترال كونداي. دي اسمها ايه؟ اسمها اودريسكول فورتريس. وفورتريس يعني ايه؟ فورتريس يعني طابيه او حمي الدفاع او قلعه مسؤوله عن الدفاع، انما مش قلعه زي الكاسل. الكاسل دي يعني ايه؟ يعني قلعه كبيره حوالين المدينه فيها بقى الناس ساكنين وفيها كمان الجيش وفيها كل حاجه. انما الفورتريس هي الايه؟ هي الطابيه. زي ايه؟ زي قلعه قايتباي كده، دي تعتبر فورتريس مسؤوله بس عن الدفاع. انما القلعه الكبيره بتاعت قلعه الجبل بتاعت صلاح الدين دي اسمها كاسل. ليه؟ لانها كانت كبيره وحوالين الايه حوالين جزء الجدار بتاعها حوالين الايه القاهره الايه القديمه. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الميكانيزم اوف انجري. الميكانيزم اوف انجري بتاع الكورونويد، اتفقنا ان هو عمره ما هيكون افالجن، لان الكورونويد مش ماسكه من التب بتاعتها في اي حاجه. اه في اتاتشمنت للبيز بس مش للتب. والفانكشن بتاعه الكورونويد مينلي انتيريور باترس، فلما هتتكسر بشير فروسس شير انجري. زي ما احنا شايفين في الايه في السي تي سكان ده، الهيومرس لما بتتحرك قدام هي هتكسر الايه الكورونويد، او الكورونويد تتحرك ورا برضو الكورونويد في الاخر هي هتتكسر. تاني حاجه عندنا من انواع التروماتيك شير انجري الفارس ستريس. والفارس ستريس ممكن يكسر عندي الانتروميديال فاسد. تخيل ان احنا هناخد القلب ده في فورس في هذا الدايركشن، فيحصل امباكشن للايه للجزء ده اجينست الايه الجزء دوت من التروكلي، وبالتالي ايه مع الفارس ستريس ممكن الانتروميديال فاسد تتكسر، ويحصل عندنا حاجه اسمها البوستروميديال روتاتوري انستابيليتي، وهنتكلم عنها بعد كده دلوقتي في الايه في السلايد الجاي. طيب نيجي نتكلم على التايبس. الكورونويد ممكن تتكسر لوحدها خالص وما يبقاش معاها اي اسوشيتد انجري، وممكن يبقى معاها اسوشيتد فراكشرز. وده الكومن بصراحه ان هي يبقى معاها اسوشيتد فراكشر، انها ما تجيش ايزوليتد. بنشوف الايزوليتد بنشوف، بس ليس كومن ذان الايه الاسوشيتد. طب الاسوشيتد بيبقى معاه ايه؟ ممكن يبقى معاه البو ديسلوكيشن زي ده. ولو هو البو ديسلوكيشن معاه
راديال هيد يبقى اسمه تيربل ترايات. يبقى التيربل ترايات 3 حاجات: كورونويد فراكشر، راديال هيد ديسلوكيشن، راديال هيد فراكشر، مع البو ديسلوكيشن، مع لاترال كولاترال ليجامنت انجري، لان الالبو مش هيخلع الا لما الليجامنت تتقطع. الكومباينيشن بتاع الانجريز دوت في الالبو ده بيعمل ايه؟ البو انستابيليتي. ليه؟ لان اكوردنج للفورترس، الدريسكول فورترس، احنا كده بنضرب البرايمري وممكن نضرب السكندري كمان. تعالوا نتكلم على التربل ترايات. لو قلنا التربل ترايات فيه 3 حاجات: اول حاجه فيه كورونويد، في حاجه فيها راديال هيد، في لاترال النر كولاترال. يبقى كورونويد يبقى انا ضربت الالنر هيومر ارتكوليشن. لاترال النر كولاترال ليجامنت، ادي كده اللاترال كولاترال ليجامنت اتضرب، يبقى انا كده 2 من البرايمري ستابلايزرز اتضربوا. معاه ريديال هيد فراكشر، يبقى الراديو كابيتولار جوينت كمان ايه؟ اتضرب. يبقى اذا انا باثر على البرايمري ستابلايزرز وباثر على السكندري ستابلايزرز بتوع الالبو، وبالتالي يبقى الالبو انستيبل. وده السبب ليه التيربل تراياد هايلي انستيبل انجري. ليه؟ لانه بيضرب او بيأفكت البرايمري ستابلايزرز والسكندري ستابلايزرز بتوع الالبو. طيب، نيجي نتكلم على associated conditions. احنا اتفقنا ان الموست كومون ان الكرونويد تبقى معاها فراكشرز تانية، مش بتبقى لوحدها، غالبا ما بتبقاش لوحدها. طيب هي لو معاها حاجات تانية هيبقى معاها ايه؟ يا اما معاها ريديال هيد والبو ديسلوكيشن هيبقى تيربل ترايد، يا اما معاها اوليكرينون وبرضه هيبقى فيها ديسلوكيشن ويبقى اسمه اوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن. او الكرونيك انجريز. ايه الكرونيك انجريز؟ اللي يبقى فيها ulnar collateral ligament، lateral ulnar collateral ligament او lateral collateral ligament injury، والعيان بيبقى عنده recurrent instability. ودول نوعين: varus posteromedial rotatory instability وفالجاس posterolateral rotatory instability. النوعين دول كل نوع ليه شكل معين من الميكانيزم اوف انجري، يعني الالبو بيتاثر بشكل معين، وبيختلف شكل الاسوشيتد فراكشرز من كل واحد فيهم، وهنعرف دلوقتي ليه. ابدا معاكم بالفارس بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي. ايه قصه الفارس بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي؟ دي قصه واحد وقع على دراعه بشكل معين وجاله فراكشر. الفراكشر ده ممكن يكون اتعالج كونزرفاتيف او ما اتعالجش خالص، والعيان بعد كده جاي بريزنتد بايه؟ بسبلكسيشن او ريكارنت انستابيليتي. العيان لما بيحط ستريس على ايده الكوع بتاعه بيسبلكس، فبالتالي بيحس ببين وبيحس بانستابيليتي، بيحس ان هو مش قادر يقف على الكوع، لانه لو وقف عليه اكتر من كده او داس عليه اكتر من كده هيحصل له ديسلوكيشن في ايه؟ في القلب بتاعه. العيانين دول بيبقى عندهم ايه؟ بيبقى عندهم كورونيد انتروميديال فاسيت فراكشر، الانتروميديال فاسيت مكسوره، ولاترال كولاترال ليجامنت ديسربشن، بس الريديال هيد سليمه. يبقى الاساس في الانستابيليتي هو اللاترال كولاترال ليجامنت، ده الاساس. وبعد كده يجي الكرونويد، والكرونويد نوعين: يا اما انتروميديال فاسيت في الفارس بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي، يا اما التب بس في الفالجاس بوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي. طيب، الاثنين كل واحد ليهم ميكانيزم اوف انجل مختلف. تعالوا نشوف الميكانيزم اوف انجل بتاع ده. ايه اللي حصل للعيان ده؟ العيان ده وقع بنفس المنظر ده كده، وقع باكورد وسند، والهاند بتاعته في هايبر اكستنشن ريست، يعني اوت ستريتشد هاند، بس القلب بتاعه على الهاند دي قدام، والقلب بتاعه فيه فارس مع اكزيال لود. يبقى انا عندي اكزيال لود وفارس فورس مع انترنال روتيشن للايه؟ للفور ارم. بالظبط وقع الباكورد بالمنظر دوت وسند على ايديه بالمنظر ده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل لما وقع كده، حصل اكزيال لود مع فارس فورس. الاكزيال لود مع الفارس فورس هيعمل ايه؟ هيقطع اللاترال كولاترال ليجامنت من الايه؟ من الاوريجن بتاعه في الهيومرس. وبعد كده يحصل بروجريس للفول، الفورس بتزيد، فيحصل امباكشن فراكشر للايه؟ للامباكشن او شير فراكشر للانتروميديال فاسيت اجينست الميديال بارت بتاع التروكليا. يبقى انا عندي الايه؟ التو اليمنتس بتاع الانجري: لاترال كولاترال ليجامنت مقطوع وانتروميديال فاسيت مكسور. مع البروجريس بتاع الانجري ممكن يعمل ديسربشن للبوستيريور باند بتاعت الالنر كولاترال ليجامنت. مش مهم خالص، مش مهم البوستيريور باند،
اهم حاجه الاثنين دول، واحد عندي اللاترال كولاترال ليجامنت، رقم اثنين عندي الانتروميديال ايه فاسد. يبقى القصه هيجي لك السيناريو واحد واقع فول على اوت ستريتشد هاند، بس الاوت ستريتشد هاند الالبو بتاعه في فليكشن وفارس ومع اكزيال لود. حصل اللي حصل، ايه اللي حصل؟ اول حاجه مع الاكزيال لود والفارس انا بعمل فارس فورس، يبقى انا باجي بالفور ارم بتاعي في هذا الدايركشن. يبقى انا اول حاجه هتتقطع عندي ايه؟ هتقطع الكولاترال ليجامنت هنا. وبعد كده وعشان انا جاي في الدايركشن ده هيبدا يحصل امباكشن او شير فراكشر على الايه الالنو هيومرال جوينت هنا، فالانتروميديال فاسيت هتحك في الميديال كابيتيلم، الميديال تروكليا، وبعد كده هتتكسر. يبقى انا كده عندي التو اليمنتس بتوع الفرق. لما مع البروجريشن اوف انجري يحصل سبلكسيشن، لان بعد كده ايه؟ بعد كده بيحصل انترنال روتيشن، ومع الانترنال روتيشن كل الايه البوستيريور باند نفسها بتاعت الالنر كولاترال ليجمنت كمان تتقطع، ولما تتقطع البوستيريور باند بتاع الالنر كولاترال ليجمنت يبقى يحصل سبلكسيشن، ويبقى الجوينت مش كونجرنت، مش كومبليتلي ديسلوكيتد، بس يبقى فيه سبلكسيشن. تلاقي الايه اللاترال اكس راي مش باين ان هي فيها ايه، ان فيها باراليل كونجرنت ارتيكولار سيرفيس، هتلاقي فيه ايه، في شويه ايه، شويه ميس ماتش ما بين الالنا والايه وال ما بين البروكسيمال النا والتروكلي. طيب ده كده بنقول عليه اسمه ايه؟ بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي. طيب نيجي نتكلم بعد كده عن الفالجاس بوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي، وده مور كومون عن البوستروميديال. يعني البوستروميديال ده اودريسكول عرفه في 2003، انما البوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي اودريسكول برضو نفس الشخص عرفه في حاجه و90 سنه 93 تقريبا او 96 حاجه كده. لان البوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي ده فيري فيري كومون، وده الشكل بتاع الالبو ديسلوكيشن المعروف. العيان لما بيبقى القلب بتاعه بيخلع ازاي؟ بيخلع بنفس الميكانيزم اوف انجري بتاعه الفالجاس بوسترولاترال روتاتوري انستابيليتي. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه عندك العيان بيقع بالمنظر ده كده، بيبقى ايه؟ بيبقى فيه برضه هايبر اكستنشن اوت ستريتشد هاند، وفالجاس مش فارس مع اكزيال كومبريشن. يعني انا اكزيال لود ثابت، لو قارنت ما بين الناحيتين، الثاني فول باكورد الثاني فول فورورد، ده مبدئيا يبقى الاولاني بتاع البوستروميديال هيفول باكورد، انما البوسترولاترال هيفول فورورد. والحاجه الثانيه الاثنين فيهم اكزيال لود، الاثنين فيهم اكزيال لود مع اوت ستريتشد هاند. الفرق الثاني ان البوستروميديال اللي بيفول باكورد بيبقى فيه القلب بتاعه في فارس، انما اللي بيفول فورورد القلب بتاعه في فالجاس. الشكل هنا ممكن يكون يخيل لكم ان هو في فارس، هو مش في فارس، الانجل دي ميديال، بس هي عشان الصوره 2 دي مش باينه قوي. طب ايه السيكونس بتاع الانجري؟ السيكونس بتاع الانجري زي ما احنا ما شايفين كده، اول حاجه بيبقى فيه اكزيال كومبريشن. مع الاكزيال كومبريشن والفالجس والسوباينيشن، ثلاث حركات، اكزيال كومبريشن مع فالجس مع سوباينيشن. سوباينيشن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الراديال هيد تبدا تسيب الايه الكابيتيلم. مع الاكزل كومبريشن والفالجس والسوباينيشن انا كده بخلع الراديال هيد من تحت الكابيتيلم وبوديها ورا، بوديها باكورد. مع الايه، مع البروجريس بتاع الانجري كل الراديال هيد والالنا الاثنين يروحوا ايه؟ بوستيريو ديسلوكيشن. لان تخيل انا بعمل سوباينيشن على كل الفور ارم، ومع الاكزيال كومبريشن مع الفالجاس ستريس انا بخلع كل الريديوس والالنا الاثنين مع بعض وبوريهم ورا الايه الهيومرس. وعشان كده الريليشن ما بين الريديوس والالنا ما بتتغيرش. الريديوس والالنا الاثنين كونكتد توجذر وان يونت. الريديوس والالنا الاثنين مع بعض وحده واحده، كونكتد ببروكسيمال ديستال سوري بروكسيمال راديو النر جوينت، وديستال راديو النر جوينت، وانتر اوسيس ممبرين. فالاثنين بيتعاملوا معامله ايه؟ شخص واحد. طبعا في حركه وفي ميكانيزم وفي سوباينيشن بورنيشن والراديوس بتلف حوالين الالنا وكلام زي كده، بس احنا بنتكلم دلوقتي في فرصه على الالبو مش على الفور ارم. فالاثنين مع بعض بيلفوا ويخلعوا ايه؟ ورا الايه الهيومرس. وده بيحصل بقى الايه الهوري سايكل. فالهوري سايكل ايه قصتها؟ بيقول لك ان السايكل بتاعه الديسلوكيشن بتبدا من اللاترال زي ما احنا شايفين هنا. اول ما حصل ايه؟ مع الفالجس فورس
مع الاكزال كومبريشن مع السوباينيشن على الريديو كابيتيلر جوينت، بدات الريديوس تسيب الكابيتيلم، وبدات الالنا تسبلاكس راديالي من تحت التروكليا. ومع البروجريس بتاع الانجري الاثنين خلعوا وراحوا راحوا لورا. فاول انجري بتاعتنا بتبقى من الراديال سايد، وبعد كده تبروجريس الانجري من الميديال سايد. طيب ايه اللي بيحصل اسوشيتد مع مع الانجري ده؟ احنا دلوقتي بنتكلم على بيور ليجامنتوس انجري، يعني انا لو بتكلم دلوقتي على واحد عنده سمبل البو ديسلوكيشن وزاوت اني اسوشيتد فراكشر، فهو في الغالب لو هيديني هيستوري بالمنظر ده: فول على اوت ستريتشد هاند وفول فورورد مع فالجاس فورس وسوباينيشن. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراديال هيد كليرد هير سيلف من تحت الكابيتيلم، وقامت خلعه مع الالنا وخدت الالنا معاها علشان الاثنين واحده واحده. طيب لو حصل فراكشر منطقي، دلوقتي انا بحرك مع الاكزال كومبريشن، بحرك الراديال هيد والسوباينيشن، بخلعها من تحت من تحت التروكليا من تحت الكابيتيلم عشان اخلعها ورا، ففي امباكشن في الحته دي، ممكن الراديال هيد تتكسر. تاني حاجه، وانا بحرك الالنا بوستيريور، الكورونويد بتعدي من تحت التروكليا، فممكن تتكسر، فالتب بتاعتها تطير لان هي انتيريور باترس. يبقى انا ممكن يبقى اسوشيتد معايا انتيريور، ممكن يكون اسوشيتد معايا كورونويد فراكشر وراديال هيد فراكشر. ولو معايا ديسلوكيشن كمان، يبقى انا كده بتكلم على التريبل تراياد انجري. يبقى اذا التريبل تراياد ما هوش انتيتي لوحده، ما هوش حاجه لوحده، لان كنت هتفتح الكتاب تقرا في اورثوبوليت اسوشيتد كونديشن: واحد بوسترو لاترال روتاتوري انستابيليتي، اثنين بوسترو ميديا روتاتوري انستابيليتي، ثلاثه ترانس اولوكرينال فراكشر ديسلوكيشن، اربعه تريبل ترايات. فهيخيل لك انك انت البوسترو لاترال والبوسترو ميديا روتاتوري انستابيليتيز دي حاجه، والتريبل ترايات ده حاجه ثانيه. لا، هو بروجريس للانجري. يعني لو انا بتكلم على البوسترو لاترال روتاتوري انستابيليتي اول ما حصلت اكيوت، فهي النهايه بتاعتها كلها هتبقى تربل تراياد لو حصل معاها اسوشيتد فراكشرز. انما لو هي عدت من غير اسوشيتد فراكشر والموضوع كان لاترال كولاترال ليجامنت انجري والعيان اترد وروح بيته، تمام، ممكن يجي لك بعد كده بالريكارنت انستابيليتي والسنس اوف انسكيورتي في القلب بتاعه لما يجي يلود عليه. وهنا يبقى عنده البوستر لاترال روتاتوري انستابيليتي، الكرونيك كونديشن اللي احنا لازم نعمل له MRI سكان عشان نصلح له بعد كده اللاترال النر كولاترال ليجامنت لو كان مقطوع، او نعمل له ريكونستراكشن لو كان كرونيك. ده البوستر لاترال روتاتوري انستابيليتي. البوستر لاترال روتاتوري انستابيليتي هيبقى يعني موضوع كامل في الجزء بتاع القلب وفي في الديزيز بعد كده، بس يعني بنفس، طالما احنا كده كده بنشرحه بالظبط زي الانستابيليتي بتاعت الشولدر، فقلت لازم اديكم فكره عنه. طيب ايه الاسوشيتد كونديشن الثالث؟ الاوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن. ولو كنتوا سمعتوا محاضره الاوليكرينون هتلاقوا انا ذكرت الموضوع ده في الاوليكرينون، ان هي اسوشيتد مع كورونويد، الكورونويد تيجي معاها اوليكرينون والاوليكرينون تيجي معاها كورونويد، والاثنين اخوات والانجري واحد، هو اوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن. طيب زي ما احنا شايفين في الاكس راي، في السي تي سكان ال 3 دي الجميله اللي قدامنا دي، اللي عنده عنده اوليكرينون فراكشر وعنده كورونويد فراكشر. فبدا المنظر هنا مبين ان انا عندي الانتروميديال فاسيت مكسوره والبيز كمان مكسوره، فهو الاولوكرينون كومنيوتد. ولما نيجي نبص هنا هنلاقي هنلاقي في عندنا برضو الراديال هيد اتكسرت. فده ما نقدرش نقول عليه تربل تراياد لان معاه اوليكرينون. هو في كرونويد وفي راديال هيد وممكن يبقى في ديسلوكيشن، بس ده فراكشر ديسلوكيشن، ده مش التربل تراياد. التربل تراياد متوصفه وموصوفه بالثلاث حاجات بس: كورونويد وراديال هيد والبو ديسلوكيشن مع لاترال كولاترال ليجامنت انجري. انما ما فيهاش اوليكرينون. اللي معاه اوليكرينون ده اسمه ترانس اوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن. طيب لما نيجي نتكلم على التريتمنت بتاع عيان زي ده لازم نادرس كل حاجه، لازم نعالج كل حاجه. هو عنده اوليكرينون وعنده كرونويد وعنده راديال هيد، فهو لازم ندرس كل حاجه. ليه؟ علشان نرجع الفورترس تاني، لازم نرجع البيلرز بتاعه الاستابيليتي. فانا عندي النو هيومرال النو هيومرال ارتكوليشن ديت التوب بتاعه الانجل، وعشان كده هو البرنس عمل هنا عشان يرجع الالنو هيومرال اما ثبت الكورنويد. تمام. تاني حاجه عندي وثبت الاوليكرينون،
ما هي برضه هي الالنو هيومرال ارتكوليشن، يبقى هو ثبت الكورونويد والاوليكرينون عشان يرجع الالنو هيومرال ارتكوليشن. تاني حاجه عندي الايه، الراديال ارتكول راديو كابيتولار جوينت، دي فين ديت؟ في الايه، في السكندري ستابلايزرز، وعشان كده عمل راديال هيد ريبليسمنت. طيب الكولاترال ليجامنت لما هو ثبت الانتروميديال فاسيت بتاعه الكورونويد، اتاتشد ليها ايه؟ اتاتشد ليها السبلايم تيوبركل اللي ماسكه في الانتيريور باند. فمعنى ذلك ان هو لو ثبتها يبقى هو كده رجع لايه؟ الميديال كولاترال ليجامنت مظبوط. يبقى له مين؟ يبقى له اللاترال النر كولاترال ليجامنت. وممكن دوت لو هو شايف ان بعد الفيكسيشن بتاعه ده كله مش ثابت يصلحه، لازم يصلحه، وبيني وبينك هو هيكون مقطوع وهيحتاج يصلحه. انا مش عارف هو ما حطش، مش باين هنا الانكرز بتاعت اللاترال النر كولاترال ليجامنت، بس انا متاكد ان هو غالبا ده ايه، ده برده من ضمن، لان هو كده كده فاتح الابروتش عشان يعمل راديال هيد ريبليسمنت، فاكيد هو ايه، ادريس الايه، اللاترال النر كولاترال ليجامنت. طيب تعالوا نشوف بقى اللي ما عملش كده حصل له ايه. ودي برده انا ذكرتها في الايه، في محاضره الاكرينوم فراكشر، بس من باب الايه، من باب التكرار يعلم الشطار. لو عندي اوليكرينون فراكشر معاه كورونويد فراكشر، لازم الانتروميديال فاسد دي اللي مكسوره لازم اثبتها. تعالوا نشوف اللي حصل ايه. العيان ده جه لايه، لجراح من الجراحين، جاله ايه، عنده ترانس اوليكرينال فراكشر ديسلوكيشن، زي ما احنا شايفين الاوليكرينال مكسوره، وما هو وال والكورونويد مكسوره، واعتقد الراديال هيد كمان مكسوره. طيب فقام داخل ايه، قال لك خلاص ده اوليكرينون بلدي، اقوم داخل حاطط له الشريحه البلدي بتاعه الايه، هيلوليكرينون. طبعا هي يميها اعتقد ان هو ما كانش عندهم الايه، البري كونتورد بليت او الايه، او الالكرينون بليت، فمطبع ايه، ريكون بليت وحطها للاوليكرينون. وطبعا سايب الحلوه الحته الجميله دي اللي قدامنا اللي باينه هنا في الايه، في اللاترال فيو. الحته دي ايه؟ الحته دي، الحته دي من كبيره جدا من الايه، من الكورونويد. طيب فايه اللي حصل بعد ما ثبت؟ صور اشعاعاتك جميل حلو خلاص، بارك الله فيما رزق، حط الجبيره بتاعته وطلع العيان على الايه، على الريكفري. مفيش، العيان بدأ يفوق من البنج، قعد يصوت من كوعه. صوت من كوعه ليه؟ قال لك تعالى نلحق نصوره تاني. صور تاني، بيبص لقى الايه، الالبو ديسلوكيتد زي ما احنا شايفين كده. الايه، الاوريكرينون مش معشقه في الايه، في التروكليا بتاعتها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان العيان ده فقد الانتيريور باترس بتاعه، القلب بتاعه فقد الانتيريور باترس اللي هي الكورونويد، كورونويد بروسيس. فبالتالي حصل ان هو ديسلوكيشن لان ما فيش انتيريور باترس ليه. وفي الغالب هو مش انتيريور باترس بس، ده في الغالب معاه ليجامنت كمان ديسربشن، فبالتالي القلب ده مش ستيبل، وبالتالي القلب خلع. طيب عمل ايه الفالح؟ الفالح قام مرجعه العمليات تاني وحاول يرده. طبعا فهو سهل هيترد، ما عندوش مشكله، بس هيخلع تاني. تمام. فقام قال لك لا خلاص هو مش ستيبل، طب انا استابلايز ازاي؟ قام حاط له ايه، اكس فيكس، وحطه في الايه، في الهنجد اكس فيكس ده، قال يعني كده ايه، خلاص هيمنتين الاستابيليتي بتاعته. روح العيان 3 اسابيع، تعالى يلا نصور اشعه، لقى المنظر ده كومبليت فيلير، كل حاجه ايه، فولين داون. ليه؟ لان هو مش عامل استابلايزيشن للقلبه كويس، والاكس فيكس بتاعه مش هيستابلايز القلب. طيب ومن هنا جت ايه، قال لك في المحاضره ايه، شرح اهميه ان احنا لازم نادرس الانتروميديال فاسيت ونثبتها. زي ما احنا شايفين دي كادافيريك سبيسمن، ده الميديال كوندايل ماسك فيه الانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجامنت، ودي طبعا الكرونويد تيب اللي طالعه من عندنا من قدام هنا اهي، ودي الجزء بتاع السبلايم تيوبركل اللي ماسك فيه الايه، الانتيريور باند. فبالتالي انا لو عندي كسر ماسك الحته دي كده كلها، دي كده كل الكرونويد بالبيز، يبقى انا بالتالي كل الايه، الميديال، كل الانتيريور باند بتاعت الميديال كولاترال ليجامنت خدت الفراجمنت دي وخلعت. لما ثبتها يبقى انا بقى ايه، برجع اثبت الايه، الميديال كولاترال ليجامنت تاني. ومن هنا قال لك ايه، قال لك لو انت تثبت ترانس اوليكرينوم فراكشر ديسلوكيشن، لازم تثبت الايه، الميديال الانتروميديال فاسيت بتاعه الكورنويد. وقال لك ايه، لو انت عايز تشوفها في الاكس راي كويس بعد التثبيت بتاعك، وعشان البليد بتاعتك ممكن تكون واقفه قدام الايه، قدام الفيكسيشن، انت مهم قوي انك انت تشوف السكرو بتاعك رايح على الانتروميديال فاسيت بالبرونيتد فيو ده.
وده اللي هيخليك تشوف انت مثبتها المسمار بتاعك وصل لها ولا مش وصل لها اللي انت حاطه من الشريحه. وطبعا ده مش معناه انك انت ده الطريقه الوحيده للتثبيت. ممكن تثبتها لوحدها خالص ببليت، ممكن تثبتها لوحدها بمسامير. اخيرا وليس اخرا هو التربو ترايات. وقلنا التربو ترايات في الراديال هيد، كرونويد، مع ايه البودسلوكيشن. فين الثلاثه دول؟ والله احنا عندنا فراجمنت اهي، دي غالبا بتاعت الراديال هيد، وعندنا فراجمنت اهي غالبا بتاعت الكورونويد. انا مش عارف اعمل ايه سي تي سكان، انا مش عارف الفراجمنت دي بتاعت ايه وبتاعت ايه، مش عارف من الاكس راي، اطلب سي تي سكان على طول. وانا كده كده ما ايه ما ينفعش، وانت ما ينفعش اصلا تعالج تربل ترايد من غير ما تشوف سي تي سكان بتاعته. عشان ايه؟ علشان انا عايز اعرف اخد قرار في الراديال هيد هثبت ولا هريبليس. يبقى هعرفه من عن طريق العدد الفراجمنت اللي ايه الموجود في الراديال هيد. وعايز اعرف برضو الايه الكرونويد هثبتها ببليت ولا هثبتها بسوتشر ولا هثبتها بمسامير ولا هثبتها بايه بالظبط ولا مش هثبتها خالص. ده برضو هعرفه منين؟ هعرفه من السي تي سكان على حسب حجمها وعلى حسب الاكستنشن بتاعها في الجوينت، هل هو واصل للانتروميديال فاسيت ولا مش واصل للانتروميديال فاسيت. تمام كده. قبل ما نخش في الكلاسيفيكيشن، كويك ريكاب. يبقى قلنا الاسوشيتد كونديشن، عندنا البوستر تروماتيك روتاتوري انستابيليتي نوعين، فارس بوستروميديال وفالجاس بوسترولاترال. وعندنا حاجه اسمها الاوليكرينوم فراكشر ديسلوكيشن، وعرفنا اهميه ان احنا نثبت الانتروميديال فاسيت او الجزء بتاع الكورونويد المكسور لو معاه اوليكرينوم مكسور. والتربل ترياد وده احنا حافظينها، عندنا كرونويد وعندنا ريديال هيد وعندنا ايه البو ديسلوكيشن مع لاترال كولاترال ليجامنت انجري. البوست تروماتيك بس عشان هي كونفيوزنج شويه، عندنا نوعين، بوستروميديال وبوسترولاترال. البوستروميديال اقل شيوعا من البوسترولاترال، تعرفت مؤخرا عن طريق ايه اودرسكول. قال لك ايه؟ قال لك لو لقيت البو في انتروميديال فاسيت وفي لاترال كولاترال ليجامنت، غالبا العيان ده هيجي له بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي. يعني العيان ده كل ما يلف الالبو الفور ارم بتاعه ويجي عليه فارس ستريس هيحس بعدم استابيليتي في الالبو بتاعه لو اتعالج ايه كونزرفتيف. طيب الانجري بيحصل ازاي؟ والله العيان بيفول باكورد مش فورورد. العيان عنده فارس مومنت على الايه على الالبو بتاعه مع اكزيال لود، وبيحصل ايه؟ وبيحصل مع الانترنال روتيشن بتاع الفور ارم. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه الاكزيال لود مع الفارس فورس بيعملوا لاترال كولاترال ليجامنت انجري من الاوريجن بتاعه في الهيومرس زي ما احنا شايفين في الايه في الصوره. ومع البروجريس بتاع الانجري والانترنال روتيشن بيحصل ايه؟ بيحصل امباكشن للانتروميديال فاسيت اجينست الميديال بارت بتاع التروكليا تتكسر. ومع البروجريس البوستيريور باند بتاع الالنر كولاترال ليجامنت تتقطع كمان ويحصل سابلاكسيشن. ده اللي اسمه ايه؟ بوستروميديال روتاتوري انستابيليتي. انا مش عايزكم تعرفوا اكتر من كده عنه. طيب البوسترولاترال قال لك لا، البوسترولاترال بقى ما بقاش فيه ريديال، بيبقاش فيه آه فارس، بيبقى فيه فالجاس فورس. قصه كرونيك انستابيليتي، عيان جاله خلع في كوعه وروح بيته، اترد وروح بيته، وبعد كده مع العلاج الطبيعي بقى كويس، وبعد كده راجع لك في العياده تاني بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من عدم انستابيليتي في الكوع بتاعه. كل ما يدوس عليه يجي يقوم مثلا من على الكرسي ولا اي حاجه يحس ان هو كوعه هيخلع منه. طيب ايه السبب؟ السبب ما يقدرش مثلا يعمل بوش اب، ما يقدرش يعمل ايه، يعمل يلعب ضغط. اول ما يلعب ضغط هيجي الاستريس كله على الكوع فهيخلع منه. الفكره ايه؟ الفكره ان هو حصل له رابشر لللاترال كولاترال ليجامنت. طب الرابشر لللاترال كولاترال ليجامنت ازاي؟ قال لك هو وقع، لما وقع حصل اكزيال لود مع سوباينيشن مع فالجاس. ايه اللي بيحصل مع الفالجاس ده؟ اول حاجه اللاترال كولاترال ليجامنت بيرابشر. بعد اللاترال كولاترال ليجامنت ما رابشر، بدا مع السوباينيشن الراديال هيد تكلير اتسيلف من تحت الايه، من تحت الكابيتيلا، عايزه تخلع من الايه، من الالبو. ومش الراديال هيد لوحدها، ده الراديال هيد مش الراديوس لوحدها، الراديوس مع الالنا الاثنين واحده واحده، والاثنين بيلفوا مع بعض مع السوباينيشن ومع الاكزيال لود يقوموا خالعين على ايه؟ على ورا. لو الانجري ده اسوشيتد مع كرونويد تيب مع راديال هيد فراكشر، يبقى كده العيان ده عنده تريبل ترايات.
وقلنا الهوري سايكل بتبدا لاترال وتنتهي ميديال، وعشان كده لما نيجي لاترال كولاترال ليجامنت في علاج الالبو ديسلوكيشن مانداتوري، الميديال كولاترال ليجامنت بنعمل له تيستنج بعدها هل هو ستيبل ولا مش ستيبل. اتكلمنا عن الاوكرينو فراكشر ديسلوكيشن، وعرفنا ان احنا لازم نثبت الايه الفراجمنتس ديت عشان نمنتين الاستابيليتي بتاعت الايه بتاعت الالبو دي. وده عقاب اللي ما يثبتش الكورونويد في الاوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الكلاسيفيكيشن. والله الكلاسيفيكيشن جميله جدا. ثلاثه، ثلاثه كلاسيفيكيشن. احنا طبعا مش مهم نحفظ يعني التفاصيل بس، يعني ايه على الاقل الكلاسيفيكيشن الاخيره لازم ايه نكون عارفينها. مبدئيا او الكلاسيفيكيشن دي بتوصف ازاي الناس كانت بتبص للكورونويد على مر العصور. فاول جيل ريجان موري. ريجان وموري الاثنين في مايو كلينيك عملوا ايه؟ قال لك احنا هنكلاسيفاي الايه الكورونويد على حسب الحجم بتاعها في الاكس راي. فقال لك لو هي تب بس تبقى تايب 1، لو هي اكتر من اللي هي اقل من 50% من حجمها يبقى هي تايب 2، لو هي اكتر من 50% من حجمها وواصله للبيز يبقى دي كده ايه تايب 3. وايه ورسموا الرسمه بتاعتهم دي كده تايب 1، دي كده تايب 2، تايب 3. كلامها بهزرد جدا، ما ايه يعني ايه مش جامد. طيب لما عرفنا بقى الاناتومي بتاع الكورنويد احنا نقدر نتكلم على اهميه الايه الكلاسيفيكيشن دي. والله لما احنا عرفنا من الكورونويد ان الكورونويد، احنا عرفنا ايه من الاناتومي؟ عرفنا من الاناتومي ان الكبسول ماسكه هنا، وعرفنا من الايه من الاناتومي ان البريكياليس ماسكه هنا، وعرفنا من الاناتومي ان في انتيريور باند ماسكه كده، سوري ماسكه من الهيومرس، ماسكه في الايه في القلب، ماسكه ايه ماسكه كده. فمعنى ذلك ايه؟ لو انا كسرت هنا يبقى انا كده الايه الانتيريور كبسول انتاكت، لو انا كسرت هنا يبقى انا الانتيريور كبسول مش انتاكت، والبريكياليس ماسل كمان ممكن ما تكونش انتاكت. لو انا كسرت هنا لا ده لا الكبسول انتاكت ولا البريكيلاس ماسل انتاكت ولا الانتيريور باند المهمه جدا 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 في الاستابيليتي بتاعت القلب كمان انتاكت. يبقى انا كل ما بروح من واحد لاثنين لثلاثه انا ايه القلب بتاعي بيتضرر اكتر. ودي ايه ده المغزى من ال الريجن ايه ريجن موري كلاسيفيكيشن بكل بساطه. اودري سكول بقى جه لريجان موري وقال لهم ايه؟ قال لهم لا الموضوع مش بهذه السهوله يا جماعه. هو انا لما ببص على الايه على اكس راي انا ما اقدرش احكم على الكسر ده شكله عامل ازاي جوه الكورونويد. طب وده يفرق معاك؟ قال لا ايوه طبعا يفرق معايا، ده انا عندي ميديال فاسيت ولاترال فاسيت. انا مش هشوفهم من اللاترال فيو بتاعك بتاع الالبو اكس راي، ده انا محتاج سي تي سكان علشان اشوف هو الفراكشر بتاعي واخد انهي فاسيت فيهم، واخد الاتنين مع بعض ولا واخد واحد منهم ولا واخد ايه بالظبط. وهو اول واحد حط الضوء كده وسلط الضوء على قصه الانتروميديال فاسيت، اهميتها ككسر لازم يتثبت في علاج الايه الكورونويد. بيقسم طبعا الكسر على ايه على حسب شكله، هو في التب ولا الانتروميديال فاسيت ولا بيزل. وطبعا ايه قسم الايه الكورونويد زي ما احنا شايفين كده الاجزاء، وقال لك دي التب ودي الانتروميديال، لو الانتروميديال فاست تبقى واخده التب واخده الرم. وعمل سب تايبس من كل نوع، يعني كسور التب عمل سب تايبس على حسب حجمها، وكسور الانتروميديال فاست عمل لها سب تايبس على حسب هي انكلودنج ايه جوه ال 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 الانتروميديال فاست دي، هل هي ماسكه الرم بس ولا ماسكه الرم مع التب ولا ماسكه الرم مع السبلايم تيوبركل. والكورنويد بروسيس ديت اللي هي الايه اللي هو قصده ايه الجزء بتاع السبلايم تيوبركل. البيزل، البيزل هي الكورونويد بودي والبيز، ولا ترانس اوليكرينوم بيزل كورونويد فراكشر، يعني هو الفراكشر بتاع البيزل ده هو بس ماسك في البيز كده ولا واصل كمان معدي تحت رايح كمان للاوليكرينوم وكسرها. الصراحه بقى مؤخرا جم بقى الجماعه بتوع رايتنجتون دي مدينه عندنا هنا في يوكي في الشمال، عندهم طبعا مستشفى كبيره جدا في العظام. ودي في رايتنجتون كانت بدايه تاسيس وحده الهب على ايد شارلي، وده يعني ابو التوتال هيب ريبليسمنت. وعندهم في وحده الابر لمب عندهم عاملين شغل جامد جدا في الايه في الالبو. ونزلوا الكونسبت ده. ايه الكونسبت ده؟
السكريبت ده لطيف جدا وايه وسهل جدا. قال لك يا جماعه، مع يعني تحياتنا لايه لعم اودريسكول، متشكرين جدا على خدمتكم معانا الفتره اللي فاتت. احنا بقى ايه هننزل بقى الكلام الجديد بتاع الكورونويد. طبعا استرشادا هي الموضوع بيبقى عامل زي يا جماعه زي الهرم، واحد بيرمي قاعده والباقي بيبني عليه. فهو ريجان موري رموا القاعده، قال لك ايه، قال لك الكورونويد يا جماعه مش حته عظم مرميه في القلب كده تسيبوها، لا الكورونويد مهمه، هي عظمه صغيره بس مهمه مهمه، وقسمها واحد واثنين وثلاثه وايه وحط لها الكلاسيفيكيشن. طب هو عارف منين انها مهمه؟ لان هي زي ما احنا قلنا من الاناتومي البيز بتاعه الايه، الاتاتشمنت بتاع الكبسول، والاتاتشمنت بتاعه البريكاليس، والاتاتشمنت بتاع الانتيريور باند. طيب، جه بقى اودريسكول قال لك بقى يا جماعه احنا عندنا سي تي سكان دلوقتي، بقينا بنشوف شكل الكسر عامل ازاي، فلا احنا هنعمل كلاسيفيكيشن جديده بقى ونقول هو الكسر ده طالع فين، لان هو لو مش طالع في الحته الفلانيه هيبقى مش مهم. جه جماعه بتوع الايه بتوع رايتنجتون، وقال لك بص احنا ما ينفعش نبص على الكورونويد لوحدها، احنا لازم نبص على الالبو فراكشر ديسلوكيشن ككل. وقال لك ان الالبو ستابيليتي ديت ما ينفعش يبقى كلامنا خاص بالكورونويد بس، الالبو ستابيليتي على حسب اودريسكول، برضو اودريسكول قال لك يا جماعه الاستابيليتي الله هيومرال ميديال كولاترال لاترال كولاترال و راديو كابيتيلر كومون فليكسور وكومون اكستنسور. هنا بقى قال لك لا الاستابيليتي مش هنشرحها كده، هنشرحها بطريقه الكولم. وزي اي حاجه دلوقتي جديده في اي حته في العظم، هتلاقي قصه الكولم، هتلاقي في قصه كولم ثيوري في الديستال ريديوس، هتلاقي قصه كولم ثيوري في التيبيال بلاتو، هتلاقي قصه كولم ثيوري في البيلون فراكشرز. في كل حته كده ايه، ده الايرا الجديده، الايرا بتاعت الكولم بتاعت العواميد. فايه العواميد بتاعتنا هنا في الايه، في الالبو؟ قال لك اول حاجه عندنا الانتروميديال فاسد دي، في اول حاجه اسمها الفالكرم. الفالكرم ديت النص كده ايه المحور. علشان القلب يبقى ستيبل يبقى عايزين عمود ميديال وعمود لاترال للفالكرم دول يبقوا ستيبل. اي عمود، بس هو لازم يبقى عمود ميديال وعمود لاترال. طب ايه هي العمدان اللي عندنا اصلا؟ عندنا الانتروميديال فاسد ده بيشكل الميديال كولم، ده الانتروميديال فاسد اتاتشد ليه الميديال كولاترال ليجامنت. وفي عندنا الميدل كولم، ده الانترولاترال فاسد. وعندنا اللاترال كولم ده الراديال هيد اللي هو الراديو كابيتيلر ارتكوليشن. لاترال للفالكرم ده الفالجاس ستابيليتي. ميديال للفالكرم ده الفارس ستابيليتي. يبقى انا عندي الفارس ستابيليتي، الحاجه الوحيده اللي بتمنتين الفارس ستابيليتي هو كولم واحد بس، هو الانتروميديال فاست. يبقى انا هنا ميديال وهنا ايه لاترال. فالكولم اللي هو الانتروميديال فاسد ده ايه، ده الانترو ده الميديال كولم. وعندي الميديال كولم ده الانترولاترال فاسد. وعندي اللاترال كولم هي الريديال هيد. فاقسم لك الايه الالبو من الشكل ده، من البصه دي كده، وانا باصص على الالبو بتاعي من ايه، باصص على الاولوكرينون من ايه، من قدام، والفور ارم بعيد والهاند بعيد. انا باصص على الايه، على الاولوكرينون من قدام كده. وانا دي ايه، انا عامل اكن انا الهيومرس، فقدامي دلوقتي الايه الكورونويد وقدامي الراديال هيد. فانا عندي ميديال كولم الانترو ميديال فاسيت، وبعد كده ميديال كولم الانترو لاترال فاسيت، وبعد كده اللاترال كولم اللي هي الراديال هيد. ميديال للفالكرم دي الفارس ستابيليتي، لاترال للفالكرم ديت الايه الفالجاس ستابيليتي. فاذا انا لو عندي انجري للميديال كولم، طبعا احنا اتفقنا ان علشان الالبو يبقى ستيبل لازم يبقى فيه 1 كولم انتكت ميديال و1 كولم انتكت لاترال للايه للفالكرم ده. فهنا لو عندي الراديال هيد، لا سوري، لو انا عندي الانتروميديال فاسد حصل فيها اي ديسربشن، يبقى انا ايه كده ما حققتش الايه المعادله، يبقى انا كده الايه الالبو بتاعي مش انستيبل. انما تخيل لو عندك الانترولاترال فاسيت هي اللي مكسوره والراديال هيد سليمه والانتروميديال فاسيت سليمه، يبقى انا كده القلب بتاعي ستيبل. ليه؟ لان انا عندي ميديال كولمن سليم وعندي راديال هيد سليمه. طيب، لو انا شلت الراديال هيد عملت اكسجن واحد جالي براديال هيد فراكشر وانا ما عنديش راديال هيد امبلانت، وخلاص ايه هنعمل له عشان نمنع البلوك في الفليكشن والاكستنشن والسوبانيشن برونيشن بتاعه، هنعمل راديال هيد اكسجن. وده كان بيتعمل زمان كعلاج علاج الكوميوتد راديال هيد قبل ما يخترعوا الراديال هيد ايه ريبليسمنت.
فكانوا بيعملوا راديال هيد اكسجن والقلب يفضل ستيبل. طب هو كان بيفضل ستيبل ليه؟ لان هو بعد ما بيعمل اكسجين هو شال الايه اللاترال كولمن بس لسه الميديال كولمن عندي سليم، ولسه الميديال كولمن عندي سليم. يبقى اذا حقق لي المعادله 1 كولمن ميديال 1 كولمن لاترال للفلكر. لو عندي الايه ده، لو عندي الراديال هيد ايه مكسور. طيب انا عندي الراديال هيد سليمه، وعندي الايه الميديال كولمن سليم، بس انا الانترولاترال فاسد دي فيها ايه؟ فيها فراكشر، وعندي التب بتاعتها ايه مكسوره كده، او دي مكسوره كده، دي كلها مكسوره. فدي كلها مكسوره، دي برضو ما تاثرش على الاستابيليتي بتاعتي لو الراديال هيد سليم والايه والانتروميديال فاسيت سليم. وكده ممكن امشيها كونزرفاتيف عادي، ما عنديش مشكله. دي كده قصه الايه الثري كولمن ثيوري بتاعت الالبو جوينت استابيليتي. طيب تخيلوا بقى لو انا عندي راديال هيد مكسوره، وانترولاترال فاسيت مكسوره، وانتروميديال فاسيت مكسوره. ما هو الاثنين مكسورين ازاي؟ الاثنين مكسورين كده. حلو. معنى ذلك ان ايه العيان ده عنده يعني انستابيليتي فشيخه في القلب بتاعه. لكل كولمن اتضربوا، ما فيش ولا كولمن سليم. انما لو عندي مثلا انتروميديال فاسيت برضو القلب ستابيليتي بتاعته اتضربت. ليه؟ لان هو الميديال كولمن بتاعه انضرب، لان هو ما عندوش واحد كولمن سليم على الميديال سايد، هو اصلا كولمن واحد بس. ومن هنا برضو نفهم قد ايه هي الانتروميديال فاسيت دي مهمه. قد ايه هي الانتروميديال فاسيت دي مهمه. طيب تطبيقا بقى للثري كولمن ثيوري، نزلوا رايتنجتون بالكلاسيفيكيشن بتاعتهم، وقال لك بصوا يا جماعه احنا مش هنتكلم على الكورونويد لوحدها، احنا هنتكلم على الكورونويد مع الراديال هيد. ليه؟ لان الراديال هيد كولمن مهم جدا للايه في الاستابيليتي بتاعت القلب. وجوده او عدم وجوده يفرق معانا. يفرق معانا ازاي؟ تخيل احنا مثلا عندنا واحد عنده انترولاترال فاسيت مكسوره، واحد عنده انتروميديال فاسيت، عنده انترولاترال فاسيت مكسور، وعنده راديال هيد كمان مكسور. فكده القلب ده مش ستيبل. بس لو الراديال هيد سليم والانترولاترال فاسيت بس هي اللي مكسوره، لا يبقى القلب ده ستيبل. طيب عملوا الكلاسيفيكيشن بتاعتها، قسموها لاي بي سي دي، وقال لك بي بس وبي بلس على حسب معاه راديال هيد ومعاش راديال هيد. مبدئيا قال لك اول واحد حاجه انتروميديال، اللي هو الايه اللي هو الانتروميديال فاسيت مكسوره. طبعا ده بايه من باب وتلت احنا عارفين ان ده ميديال كولم، وميديال كولم ما ايه مضروب. فخلاص ما فيش ايه، ما فيش كولم ثابت ميديال، يبقى انا كده ايه محتاج ان انا اثبت. فهنا تثبت ايه؟ ده طبعا ايه، بنتكلم على فراكشر ديسلوكيشن. فالهاند ان العيان ده خلع، فمعنى ان هو كلمه خلع يبقى اللاترال كولاترال ليجامنت بالايه بالتعريف كده من باب وتلت الاثنين، اللاترال كولاترال ليجامنت انضرب. يبقى انت اول حاجه هتصلح اللاترال كولاترال ليجامنت وت ايه وتفكس الكورونويد علشان دي الانتروميديال فاسد. طبعا البوستيريور ميديال كولاترال ليجامنت البوستيريور باند، وده اسمه ايه؟ ما هو ده الفارس بوستيريور ميديال روتاتوري انستابيليتي بنفس الميكانيزم. البوستيريور باند بتاعت الميديال كولاترال ليجامنت لو الفورس بروجريس وحصل سبلكسيشن وحصل ديسلوكيشن، والبوستيريور باند بتاع الميديال كولاترال ليجامنت هتكون ايه؟ هتكون انضربت. طيب تايب بي قال لك ده البيزل او الباي فاسيت. والبيزل او الباي فاسيت ده الكسر ضارب الاثنين الانترولاترال فاسيت والبوسترال. طب تعالوا نشوف ده. احنا ايه عندنا هنا؟ عندنا ادي الكولمن بتاعتنا، ادي كده كولمن ودي كولمن ودي كولمن. ده مضروب وده مضروب وده سليم. طيب انا فين الفالكرم؟ الفالكرم بتاعي اهو، ده الفالكرم. الفالكرم بتاعي هنا. يبقى انا عندي ايه؟ عندي كولمن واحد لاترال هو اللي سليم، بالكولمن الميديال مضروب، وكولمن التاني اللاترال برضه مضروب. يبقى انا كده ما حققتش المعادله بتاعت الاستابيليتي اللي هي عندي واحد كولمن سليم على الناحيتين. يبقى انا كده ايه؟ القلب ده انستيبل، يبقى انا الكسر ده لازم ايه؟ لازم اثبته. تمام. تعالوا نشوف التاني ده بقى الايه اللي انا بتكلم عليه، كل حاجه مضروبه. ادي دي لاين وادي اللاين وادي الفالكرم وادي الفالكرم هنا. ايه اللي حصل؟ دي مضروبه ودي مضروبه ودي مضروبه.
يبقى انا كل الكولم مضروبين، يبقى انا لازم اثبت الكورونويد واثبت الراديال هيد او اعمل لها ريبليسمنت، واثبت طبعا اللي لاترال كولاترال ليجامنت لو كان لو كان مضروب. طيب نيجي نتكلم على الكومبايند سي او الكومينيوتد. السي بقى اللي هي الكومبايند ده قال لك ايه؟ قال لك ده فيه الانترولاترال بارت من الفاسيت مكسوره، والراديال هيد كمان مكسوره. طيب اهي بالكولمن ثيوري بتاعتنا، تعالوا نحط الخطوط. اول خط اهو، وتاني خط اهو، تمام. فانا عندي ده سليم، فانا عايز واحد هنا سليم. يبقى انا ممكن لو انا عملت راديال هيد ريبليسمنت وصلحتها، هتبقى كده حققت الاستابيليتي. مش لازم الانترولاترال فاسيت خالص، ممكن اسيبها، ما عنديش مشكله. يبقى انا لو في راديال هيد لازم لازم اثبتها، واثبت اللاترال كولاترال ليجمنت طبعا. الديافيزيال طبعا دي النا فراكشر عاديه خالص، ده بقى في كسر في الديافيزيس اصلا، مش في الكورونويد. ده مش داخل مش قصه مش قصه كورونويد خالص، ده قصه قصه النا. والالنا الالنا دي لازم تثبت، لان احنا اتفقنا او هنتفق في الفراكشرز بتاعت البوز في الارم ان الريديوس والالنا ده لازم يتعاملوا معامله الجوينت، علشان ده بيعملوا بيعملوا روتيشن مع حوالين بعضهم. الريليشن ما بينهم ريليشن مقدسه، لازم نحافظ عليها علشان الروتيشن دي تفضل تفضل مستمره. وبكده دي تبقى اسمها رايتنجتون كلاسيفيكيشن بتاعت الالبو فراكشر ديسلوكيشن. مهمه، ايوه مهمه. هو ده الكلام الجديد بتاع بتاع الالبو. ولو حصل ان حد اتسأل البو من واحد بتاع البو، يعني لو حد كويس في في القلبه، غالبا هيسأله في في القصه ديت، لو لو بنتكلم عن حاله تربل ترياد، او مثلا او حاله كومونويد فراكشر او كده. لان دي الوقت ده دلوقتي كله بيتكلم في القصه ديت في في الامتحانات هنا. طيب العيان بيبقى بريزنتد بايه؟ طبعا اي فراكشر، اتفقنا ان اي فراكشر هنعمل هناخد منه هيستوري، نعمل كلينيكال اكزامينيشن، انفستيجيت، بعد كده نمانج. اول حاجه في الهيستوري هنسال على الايدج والاوكيوبيشن والهاند دومينانس والليفل اوف اكتيفيتي، ده ابر ليمب، تمام. وبعد كده نسال على نسال على الميكانيزم اوف انجري، واقع ازاي؟ ليه واقع ازاي؟ لان الفارس غير الفالجس، واقع مثلا باكورد غير ما يقع فورورد، على اوت ستريتشد هاند غير على فليكسد البو. لازم نعرف الميكانيزم اوف انجري. طيب عرفنا الميكانيزم اوف انجري، مهم قوي طبعا نعرف الميديكال هيستوري بتاعه، السيرجيكال هيستوري بتاعه، الميديكيشن اللي بياخدها، السموكينج، الكحول، الحاجات دي كلها. طيب خدنا هيستوري من العيان، نبدا نكزامن. هنكزامن فراكشر او ديسلوكيشن او فراكشر ديسلوكيشن اكيوت تروما، غير لما نتكلم على هو دي بقى مشكله اورثوبوليت. اورثوبوليت ساعات بيخلط ما بين الكرونيك كونديشنز والحاجات اللي هي الاكيوت، فانت تبقى متسوح في في الدرس. طب وانا يجي لي عيان كرونويد فراكشر او البو فراكشر ديسلوكيشن، هقعد اعمل له فارس وفالجس ستريس تيست؟ ده منطقي؟ لا اكيد مش منطقي. هو الواحد هو بيكتب لك كل حاجه، وانت بقى المفروض انك انت بتبقى تبقى يعني عارف وفاهم ودارس وكده، والمفروض انك انت تفهم ان هو الكلام ده للحالات الكرونيك مش الحالات الاكيوت. طبعا ده يعني طريقه غلط في كتابه الكتب يعني. الاكيوت غير الكرونيك. الحالات الاكيوت احنا بنعمل فيها نيورو فاسكولار اكزامينيشن، راديال والنر وميديال، ولو كانت في الشولدر هنعمل اكزيلري. وبعد ما نعمل نيورو فاسكولار اكزامينيشن هن هنتست هنشوف، هنكزامن السكين كونديشن بتاعه العيان، ونكزامن لو في اي اوبن انجري ولا لا، ونرول اوت كومبارتمنت سندروم. وبعد كده ندي العيان انالجيزيا ونحطه في اباف البو باك سلاب، وبعد كده نصوره بقى ونشوف الصور اللي هنصورها. انما العيان الكرونيك اللي جاي لك في العياده ده عيان تاني بقى، ده اللي احنا بنتكلم عليه في الفيزيكال اكزامينيشن ده. ده مين العيان ده؟ لا عيان عنده فارس او فالجس انستابيليتي، عندك كان عنده البو ديسلوكيشن وردناه وجبناه على العياده بعد كده، والعيان مثلا جاله فراكشر وتعالج كونزرفاتيف وما لحمش، او تعالج كونزرفاتيف وجاي بيشتكي من من ريكارنت انستابيليتي. ده بقى اللي بنعمل له الاكزامينشن. طب نعمل له اكزامينشن ازاي؟ والله بلوك وفيل وموف عادي زي اي سيستم اكزامينشن في في الاورثوبيدكس. هتبص على هتبص على فارس فالجاس ديفورميتي، يعني ممكن يبقى في عنده ديفورميتي في الالبو بسبب مال يونايتد فراكشر، ممكن يكون عنده اكيموزيس وسويلنج لو كان عنده اكيوت انجري،
ديفيوز تندرنس طبعا لو كان ايه، لو كان عنده اكيوت انجري. طبعا زي ما انا قلت هو ضامن الاكزامينيشن بتاع الاكيوت مع الايه، مع الكرونيك، وده مش صح. العيان بتاع الريكارنت انستابيليتي ده لازم، مهم جدا انك انت تكزامن الليجامنتس بتاعته، تعرف عنده لاترال كولاترال ليجامنت انجري ولا لا. بتعمل ده ازاي؟ بالفارس والفالجس انستابيليتي تيست، زي الفارس فالجس ايه تيست، ستريس تيست بتاع الايه الني. انت تحط الالبو في فارس او تحط الالبو في فالجس، وده طبعا مهم انك انت تعمله عند 30 ديجري اوف فليكشن عشان تانلوك الاولوكرينوم من الاولوكرينوم فوس. لان الالبو لما بيبقى فولي اكستندد كده بيبقى ستيبل. ليه ستيبل؟ لان الايه الاوليكرينون معشقه جوه الاوليكرينون فوسطى ورا. فانت عندك الايه الالنا معشقه جوه الايه التروكليا. والتروكليا بقى ايه، والتروكليا حوالين التروكليا، مش تروكليا مش سايبه، مش هي، لا ده هنا الهوك ديت داخله جوه خرم. فهو الخرم اللي ورا ده بتاع الاوليكرينون فوسط ده بيدي استابيليتي للقلب. فالمهم قوي انك انت تتني القلب 30 درجه قبل ما تست الليجامنت عشان ايه تانلوك الاوليكرينون من الاوليكرينون فوسط. طبعا نيورو فاسكولار اكزامينيشن. طيب ايه الاكزامين، ايه الانفستيجيشن اللي هنطلبها؟ اكس راي وسي تي سكان طبعا. الاكس راي ايه احنا زي ما اتفقنا في الالبو مهم جدا ان احنا لازم نجيب اي بي ولاترال مظبوط جدا للالبو. اللاترال ابو كلب ده مش صح يعني. اللاترال ده لاترال زباله، زباله الزباله. ما ينفعش ايه ايه نقبله. لازم ايه نصور عين لاترال قلب مظبوط، ويكون انت شايف تعرفه ازاي، تعرفه انك انت تشوف الايه الدايره دي كده في الايه في اللي هي بتاعت الكابيتيلم بتاعت التروكليا في النص. وفي حاجه اسمها ايه، تبقى حاجه اسمها زي ال آم، دروب كده هنا، زي الايه زي الشادو كده، عامل زي الايه زي التير دروب. حاجه اسمها التير دروب ساين. طيب الاي بي هيوريك ايه؟ ممكن يوريك الانتروميديال فاسيت مكسوره وديسبليس زي الايه زي المنظر ده هنا. طبعا لما بتعمل اكس راي وتلاقي فراجمنت في القلبه، ما تقدرش تقول هي جايه من الراديال هيد او من الكورونويد الا لما تعمل سي تي سكان. سي تي سكان مانداتوري يا جماعه في الحالات دي. طيب نيجي نتكلم على التريتمنت. النون اوبراتيف تريتمنت في الكورونويد، الاوبشن ده محدود جدا، ولازم لما تاخد قرار زي ده لازم تكون حذر جدا 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 جدا، وتفكر بدل المره 100 مره قبل ما تاخد القرار ده. لان هو ممكن يكون قرار خاطئ ويؤدي الى مشاكل جامده جدا للعيان ده. امتى نقول العيان ده ممكن يمشي في اباف البو باك سلاب مثلا وايه، او هنجد البو بريس وبعد كده نحركه؟ لو العيان مثلا عنده هير لاين فراكشر نون ديسبليسد، حاجه ايه، حاجه صغيره جدا من انت ايه يعني، ديسبليسمنت بتاعها مش قلقك. والعيان يكون القلب بتاعه ستيبل، العيان يكون القلب بتاعه ستيبل. انا اللي يلزمني في القلب ايه؟ يلزمني في القلب ستابيليتي اكتر ما يلزمني ان الكورونويد تكون مردوده كويس او كده. المهم ان ليه القلب يكون ستيبل عشان ما يخلعش. طيب لو كان عنده العيان عنده تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، دول التايبز اكوردنج تو ريجان موري. طبعا ما عادش حد بيمشي بالكلام ده، كله بيمشي دلوقتي بالايه، بالكلاسيفيكيشن بتاعت رايتنجتون، مكشوف منك ايه وما انهي كولن. ده اللي ايه، ده البلان بتاعتنا. انما مش، ما حدش بيبص على ايه، على ريجان موري ويقول ده تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. كله بيعمل سي تي سكان دلوقتي ويشوف الايه الفراكشر ده واصل لانهي حته بالظبط. ولو شفت تب، حتى لو تب صغيره، اكزامن وشوف القلب ستيبل ولا مش ستيبل، شوف الفارس وفارجاس ستريس تيست. طبعا العيان في الاكيوت ممكن يبقى صعب جدا الاكزامينيشن. لو كان لسه واقع دلوقتي تجيبه في العياده وتكزامن بعد ما يكون البين اتحسن ايه والعيان بقى ايه، بقت السوينج اقل والدنيا بقت احسن كتير، ممكن ايه، ممكن بعد كده ايه تكزامن. طيب هو عامة معظم الكسور غالبا ما بتبقى ديسبليسد، وقلنا غالبا بتبقى اسوشيتد مع ايه، مع انجريز. طيب العيان ده غالبا هيحتاج عمليه وهيحتاج غالبا تثبيت. طب انا لو انا قررت ان الايه الانتروميديال فاسد دي كبيره، والانتروميديال فاسد دي محتاجه عمليه، هثبتها ازاي وهفتحها ازاي؟ الميديال، احنا دلوقتي هنتكلم ازاي نخش على الايه، على الكرونويد من الميديال سايد. هو ميديال بس؟ لا، ممكن نخش على الكورونويد من البوستيريور عادي، اللي هو الميد لاين ابروتش بتاعنا اللي احنا عارفينه. بتخش بوستيريور وبعد كده بتخش تدايسكت كل الماسل من على الميديال باب بوردر بتاع الايه، بتاع الكورونويد، بتاع
الاوليكرينون لغايه لما توصل للكورنويد بالميديال سايد. بس طبعا لو هتعمل ده يبقى مهم قوي، بسم الله الرحمن الرحيم، الالنر نيرف فين. يبقى انا لو هفتح ميديال ابروتش، بسم الله الرحمن الرحيم، الالنر نيرف فين. بسم الله الرحمن الرحيم، الالنر نيرف فين في البوستيريور. بسم الله الرحمن الرحيم، الالنر نيرف فين ميديال هوتشكس او ميديال تايلور او ميديال افيزيو سبليت. اي ميديال، اي مشرط ناحيه الميديال البو يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، الالنر نيرف فين. قبل ما تفكر انت داخل على ايه اصلا، قبل ما تفكر في الكسر بتاعك، حتى لو هتعمل سوبرا كوندايلر هيومرس اطفال، افتح مينيمال انسيجن، تمام، وتاكد انك انت على العظم. مش لازم تشوف الالنر نيرف، بس تعرف مكانه فين. يعني تحس كده الايه الميديال كوندايل، وتبقى متاكد ان هو ماشي في الجروف وراك، وحاطط صباعك علشان تحميه، ما ايه الواير بتاعك ما يتزحلقش، يقوم ايه داخل فيه زي الحربه. طيب، لو انا هفتح بوستيريور ابروش زي ما قلنا، بنخش على الميديال او اللاترال بوردر بتاع الايه بتاع الاوليكلينون، سهل، ونخش الالبو جوينت بالميديال او من اللاترال سايد، ممكن عادي ما فيش مشكله. بس طبعا لو هنخش من الميديال سايد، الالنا نيرف فين. اللي احنا بقى ايه مش عارفينه والجديد عندنا واللي مش مكتوب في كل الكتب، هو الميديال ابروتشز. ايه الميديال ابروتش اللي بتدخلنا على الايه الكورونويد؟ ودي مش كل الناس تعرفها، يعني بيفتح الابروتش دي غالبا واحد بتاع قلب. زي ما قلنا احنا عندنا لاترال في ثلاثه ابروتشز. ايه هم؟ كابلن فوق، اي دي سي سبليت في النص، وايه وكوخر تحت. احنا برضو عندنا ميديال ثلاثه. فوق هوتشكس اوفر ذا توب، في النص سبليت زي الاي دي سي سبليت، هنا اي دي سي سبليت، هنا اف سي يو سبليت. وتحت في مين؟ في تحت تايلور شام. يبقى انا فوق هوتشكس، تحت تايلور شام، في النص سبليت. فوق كابلن، تحت كوخر، وفي النص سبليت. سبليت هنا وسبليت هنا. تمام. ففي الالبو ابروتشز من اللاترال زي الايه الميديال، ثلاثه ثلاثه. تمام، الموضوع سهل خالص. يبقى ثلاثه في اللاترال هم كوخر وكابلان وايه واي دي سي سبليت. ثلاثه في الميديال هوتشكس وتايلور شام وايه واف سي يو سبليت. طب تعال نتكلم على كل واحد. هوتشكس قال لك اسمه هو ايه؟ اسمه اوفر ذا توب. اوفر ذا توب ليه؟ لان هو بيسقطك على التوب. التوب اللي هي ايه؟ التب بتاعه الايه بتاعه الكورونويد، فعشان كده اسمه ايه؟ اسمه هوتشكس اوفر ذا توب. فهوتشكس اوفر ذا توب هو بيسبلت الفليكسور برونيتور ماس ما بين مين ومين؟ بيخش ما بين الاف سي يو والبلمارس ايه والبلمارس لونجس. ما بين الاف سي يو، احنا مش محتاجين في الميديال ابروتشز نحفظ ماسلز اكتر من الاثنين دول. فانا اول حاجه البلمارس لونجس والاف سي يو، والتاني اف سي يو سبليت، انا بقسمها هي الايه الاف سي يو نفسها. والتالت بقى انا برفلكت كل الفليكسور برونيتور ماس من على العظم، من غير ما اخش من بين اي ماسلز، مش زي الايه مش زي كوخر وكابلا. فانا في الايه في الهوتشكس انا بخش ما بين البلمارس لونجس، وبخش ما بين الايه اف سي يو. اف سي يو بالمارس لونجس. اف سي يو سبليت، بس سبليت الاف سي يو تايلور شام، انها برفلكت كل الماسلز من على الايه من على الميديال بوردر بتاعه الايه الاوليكيون. زي ما اتفقنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الادنر نيرف فين. طبعا ده البوستيريور اللي ايه الانتيريور برانش بتاع الميديال كوتينيوس نيرف. ودول مش مهمين، دول اصلا موجودين في السكن والسبكوتينيا. لو شفتهم يبقى خد بالك منهم، ما شفتهمش خلاص انساهم، ما تدورش عليهم. تمام. اللي تدور عليه مين؟ هو الالنر نيرف. الالنر نيرف بيكون ماشي فين؟ في الكيوبيتال تانل. ماشي على الميديال بوردر هنا، تلاقيه تفتح السكن كده وترفع السكن بتاع الفلاب، هتلاقيه نايم في حضن الايه الترايسبس من ايه من الميديال بوردر. تدايسكت كده بلانت وتبدا تمشي وراه. ليه؟ لغايه لما تطلعه من الكيوبيتال تانل بتاعه. لازم عشان تطلعه لازم تقطع الايه الروف السقف بتاع الكيوبيتال تانل. طب اقطعه ازاي؟ وانت بتدايسكت هنا تكون كيرفول جدا. في طريقتين. في طريقه الناس اللي هي بتخش بلانت ببلانت سيزر، وتبدا ايه ايه تخش بلان وتقصها، تخش بلان وتقصها، تخش بلان وتقصها. وفي ناس بتقوم مدخله مثلا اي حاجه بلانت تحت كل سوبرفيشال لاير وتقطع عليها بالمشرط، تخش تحت اللاير وتقطع عليها بالمشرط، تخش اللاير وتقطع عليها بالمشرط. المهم انك انت تكون كيرفول جدا عشان ما تعوروش. اول ما تقطع الاوسبورن ليجامنت ده اللي هو الروف بتاع الكيوبيتال تانل، فالكيه الالنر ريفر هيبقى حر طليق. ساعتها تعرف ايه تحركه. طيب، دلوقتي احنا بايه اول خطوه في كل ابروتش هي نفس الخطوه، الالنر نيرف فين. بعد كده بقى ايه نتكلم ايه في الايه في الابروتش بتاعنا. والله لو هنتكلم على هوتشكس اوفر ذا توب،
هنخش ما بين البلمارس لونجس والاف سي يو. طب انا اعرف الاف سي يو ازاي؟ دي اسمها فليكسور كاربي النارس. يبقى بتعمل ايه؟ فليكشن كاربي والنارس. يعني ايه؟ فليكشن للريست مع النر ديفيشن. يبقى انا لو عملت فليكشن للريست مع النر ديفيشن في الدايركشن ده، هلاقي الايه؟ هلاقي الاف سي يو بيتحرك. لو انتوا حطيتوا ايديكم كده على الايه، على الميديال بوردر كده بتاعه الايه، بتاعه الاوركينو، وهتتحرك كده، هتلاقي ايه؟ بتنط تحت ايدك. ايدك كده كلكم هتلاقي ايه؟ هتلاقيها بتنط تحت ايدك. اول ما تفتح بتعمل الحركه دي للعيان، فبتلاقي الايه؟ تلاقي المصل بتتحرك راحه جايه على طول. تعرف ان دي الاف سي يو. بالمارس لونجاس لازم الحركه كده بالايه؟ بالايد عشان ايه؟ تبينها. مش مهم. البالمارس لونجاس ممكن اصلا تكون ايه؟ تكون ابسنت. الناس المهم انك انت ايه؟ انك انت تفتح فوق في المسلز اللي فوق الالنا نيرف اللي انت ايه؟ اللي انت بعته. ده بقى بيسقطك على القلب من فوق. طب انا عاوز ازود الاكسبوجر، اقوم شايل الفليكسور برونيتور ماس ديت من الميديال بوردر، الميديال ريدج بتاعها اللي ايه؟ اللي ماسك في الميديال ايبيكونداي. مين اللي احنا مش عايزين نعوره؟ هو الانتيريور باند. لو كانت لسه اتاتش. طبعا في المرحله دي انت ممكن تكون بتتعامل مع الكسر بتاعك اصلا، تلاقي الكسر بتاعك جاي من هنا كده، وده كله مكسور وهيماتومه بقى وايه وفرح. فساعتها تبدا تتعامل. انما لو لسه عايز تخش اكتر، محتاج انك انت تفتح الكبسول من هنا. فلو هتفتح الكبسول من هنا لازم تاخد بالك من الانتيريور باند بتاعه الايه؟ من الانتيريور باند بتاعه الميديال كولاترال ليجمنت. طيب التاني نوع هو الاف سي يو سبليت. طب الاف سي يو سبليت ايه قصته؟ والله الاف سي يو احنا عارفين من الاناتومي ان الالنر نيرف بيخش ما بين التو هيدز بتاعه الاف سي يو. فانا كل القصه ان انا همشي مع الالنر نيرف، والالنر نيرف هو هيوديني، هو هيخليني افلق المصل ديت اوتوماتيك. فهو عمل ايه؟ هو خلاص كان دايسكت اصلا الالنر نيرف من الكيوبيتال تانل، فضل ماشي وراه ماشي وراه ماشي وراه لغايه لما ايه؟ لما فتح السكه بتاعته بتاعه الايه؟ المصل. وبعد كده بقى عمل ايه؟ بريتراكتور يرفع كل الفليكسور برونيتور ماس ايه؟ على فوق. كده يبقى انا اكسبوزد الايه؟ الانتيريور كبسول كله بتاعه الايه؟ الجوينت. يبقى انا كده بخش على مين؟ بخش على الكورونويد فراجمنت ماسكه في الكبسول، وماسكه كمان في الانتيريور باند بتاعه الايه؟ الميديا كولاترال ليجمنت. ومن هنا ممكن بقى تحط بقى بليت، تحط بقى ايه؟ مسامير، براحتك انت تعمل ايه اللي انت عايزه. تيلور شام بقى ريح دماغه وقال لك خلاص انا هسيب الفليكسور برونيتور ماس كلهم حته واحده، وهقشرهم من على ايه؟ صبري اوستيال، من على عظم، من على الاوليكرينوم بتاع من تحت خالص، وارفع ده كله لفوق. وبعد كده اخش احط بالايه؟ الكرونويد بليد بتاعتي من ايه؟ من وراها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الالنا نيرف فين برضه. ده كده بالنسبه للايه؟ للابروتشز. يبقى انا عندي الميديال ابروتشز عشان دولت مش كومن، الناس بتتكلم عنهم قليل جدا. يعني انتوا ممكن تلاقوا وانتوا قاعدين في الميت تروما ميتنج بتاع المستشفى، حد يقول لكم يسالكم في الكوخر، في كابلان ابروتش، حد يسالكم بوستيريور ابروتش للهيومرس، حد يسالكم انترولاترال ابروتش للهيومرس. قليل جدا ما حد هيسالكم الهوتشكس اوفر ذا توب والتيولور شام ابروتش. بس انت محتاج تعرفهم علشان ايه؟ لو انت راجل وصلت لمرحلة انك انت خلاص بتقفل اللجنة، ممكن يسألك في حاجة زي كده. يعني الحاجات دي احنا زي ما اتفقنا في الاول خالص يا جماعة، ان التروما ملهاش سقف. والسقف بتاعك لازم يكون فيها عالي جدا. غير الالكتيف ممكن تكون عارف بس اسم العملية، مش مهم تكون بتعرف هي بتتعمل ازاي. انت اصلا مش راجل بتاع فوت وانكل مثلا، ولا بتاع بيدياتريك عشان يقول لك ايه؟ افتح لي العيانة على الترابيزة دلوقتي. انت راجل المفروض بتتخرج من التدريب بتاعك، بتبقى جنرال اورثوبيديك سيرجن، جو ممتاز تروما. وبعد كده بتبدا تاخد سب سبيشاليتي تعرف فيها. ولازم بس لازم تعرف الويتس بتاع الايه؟ النولج. لازم تعرف على الاقل البيز بتاع الايه؟ النولج كلها. فايه الابروتشز ديت مهم تعرفها. مهم تعرفها بس مش ممكن تنساها، وعشان كده مهم تراجعها كل ايه؟ كل فتره. ليه هتنساها؟ علشان ما حدش هيتكلم معاك فيها كتير. والكسور دي مش الكسور اللي هي الكومن اللي احنا بنشوفها كل يوم في الايه؟ في العمليات. ما هيش تبيا مثلا شافت فراكشر، ولا ريديوس، ولا الله مثلا بنشوفهم كل يوم. طيب لما نيجي نثبت كورونويد، هنثبتها ازاي؟ ايه وسائل تثبيت الكورونويد؟ والله الكورونويد دي لو كانت حته صغيره فراجمنتد، مفيش حاجه هتمسك فيها.
ممكن يثبتها بسوتشرز عن طريق ان السوتشر دي تعدي في الكبسول اللي ماسكه في الكورونويد. فانا مش عايز الكورونويد تتثبت، انا عايز ارجع الكبسول تاني من الاخر، اقوم شادد الستاره من قدام الايه، من قدام القلبه، وقافل الستاره بتاعته من قدام. او ان هي لو فراجمنت حلوه كبيره ممكن اثبتها بمسامير لاج سكروز، او ممكن احط عليها بليت وتبقى باترس بليت. المهم ان انا ارجع الانتيريور باترس بتاع الايه القلب. هنا في الاي او اتكلم على اودري سكول تايب 1، وقال لك ان اودري سكول تايب 1 ترانسفيرس دوت غالبا بيتثبت بسوتشر. انما لو كان ماسك الانتروميديال ده غالبا بيبقى محتاج ايه، محتاج بليت وسكروز، او محتاج ايه، او محتاج بليت بلس اور ماينس سكروز. لو كانت سمول ممكن تحتاج ايه، سوتشر. الكبير بقى خالص اللي هو البيز ده غالبا هيحتاج بليت او لاج سكروز من الايه، من الاوليكرينون لو كان فيها اوليكرينون فراكشن. من الاخر اللي طريقه تثبيتك على حسب حجم الكسر ده عامل ازاي وشكله عامل ازاي. سيبك من الكلاسيفيكيشنز خالص، احنا دلوقتي بنتكلم على خلاص كورونويد. اتفقنا ان هي مهم جدا ان احنا نثبتها، علشان تثبيتها يفرق معانا في الاستابيليتي بتاعه الايه، الالبو. اي كورونويد؟ لا مش اي كورونويد، على حسب الثري كولم ثيوري بتاعه رايتنجتون. لو انا عندي انتروميديال فاسيت يبقى لازم اثبتها. لو كان عندي انترولاترال فاسيت وما عنديش اصلا ريديال هيد، او ريديال هيد مش هعرف اعمل لها ريبليسمنت، او لاي سبب ما ممكن اضطر اثبت الانترولاترال، بس طبعا مش مهم. لو كانت الريديال هيد مكسوره ارجع الريديال هيد، يبقى انا عايز ارجع الانتروميديال وعايز ارجع الايه، الريديال هيد. طيب اتفقنا خلاص ان هي الكرونويد دي هنثبتها واصله يا عم الانتروميديال فاسيت، او باي شكل ما هي مش محتاجه ايه، محتاجه تثبيت. فلو هي فراجمنت صغيره خالص هقوم واخد سوتشرز على الكبسول وانزلهم لتحت. طب انزلهم لتحت ازاي؟ باخد تانلز في البروكسيمال النا. التانل ده يطلع عندي في الفراكشر سايت، وبعد كده امشي من عليه تو تانلز يكونوا بعاد عن بعض على قد ما اقدر، علشان الاثنين دولت ما يفتحوش على بعض، يبقى ايه، يبقى ماسوره واحده. وبعد كده بعدي نون ابزوربابل سوتشرز من التانل دي، واقوم من النون ابزوربابل سوتشر دي زي الايثي بوند، واقوم معديها مدخله ايه، مدخله تاني فايبر تيب او اي حاجه. المهم ايه اللي هي ايه، غالبا بتبقى ايثي بوند. واقوم مدخل بالايثي بوند طالع من الكبسول، وداخل تاني من الكبسول داخل جوه الكسر، بطلع من ايه الكسر، واقوم رابط الاثنين دول على بعض. اول ما اربطهم يبقى كده ايه، شديت الستاره قفلتها. مش مهم بقى ان هو يكون اناتوميكالي ريديوز ولا بتاع، ده مالتي فراجمنتري اصلا. طيب، او ان انا اثبت ببليت. الحقيقه خد بالك ان السوتشر دي ممكن تتعمل من اللاترال ابروتش. يعني الناس اللي هم مثلا عندهم تيربل ترياد احيانا بيعملوا ايه، انا عندي دلوقتي الانجريز بتاعتي كورونويد تيب، وعندي راديال هيد، وعندي فراكشر ديسلوكيشن. فانا عندي اللاترال كوليترال ليجامنت مقطوع، وعندي ديسلوكيشن في القلبه، وعندي راديال هيد مكسوره، وعندي كورونويد. ده تيربل تراياد. فالتيربل تراياد بيعملوا ايه؟ والله بيقول بيفتحوا لاترال عادي، اي دي سي سبليت او كوخر او كابلان او وات ايفر. بيفتح لاترال، بيشيل يعمل اكسجن للراديال هيد. خلاص الراديال هيد كومينيوتد، عايز يشيلها ويحط يعمل راديال هيد ريبليسمنت. فهو بيشيلها بيشيلها من على الايه، بيشيلها بيعمل لها اكسجن، ويخش من الجاب ديت على الايه، على الكرونويد، يقوم واخد الغرز بقى بتاعي، يقوم عامل التونلز واخد الغرز، ويقوم نازل عامل ايه، مثبتها، وبعد كده يقوم حاطط الراديال ايه، الراديال امبلانت. انما لو الايه، لو الكرونويد كبيره مش هيعرف يعمل فيها كده من الايه، من اللاترال ابروتش، لازم يخش لها بقى من الميديال ابروتش بقى بايه بتاعنا اللي احنا ايه، اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب دلوقتي احنا عندنا الايه، الكرونويد كبيره ومحتاجه بليت ومسامير. طيب هنثبتها ازاي؟ والله احنا عندنا انواع شرايح كتير جدا. طبعا انواع الشرايح عندنا بيفرق على حسب الفاسيلتي بتاعتك. الايديا يعني، والاحسن طبعا الايه، البري كونتورد اناتوميكال بليت. وفي منها كل شركه منزله منها ايه، نوع، يعني انواع كتير جدا زي ما احنا شايفين في الايه، في الصوره. مش لازم طبعا، مش لازم تكون هي بس الايه، وسيله التثبيت بتاعتنا. احنا ممكن نحط عليها ميني بليت صغيره، تي بليت، او ممكن حتى في زمان كانوا بيحطوا عليها 1 ثيرد. المهم انك انت تعمل لها بطرس وخلاص. طيب هنرد الكسر ازاي؟ والله لو الكسر ده بيز، يعني من تحت خالص، فهو انا عارف ان هو سبيرد الايه، البريكاليس ماسل، فالبريكاليس ماسل هتبقى ديفورمنج فورس عليه. فعشان ارد الايه، الالبو لازم، او عشان ارد الفراجمنت لازم اتني الالبو.
متن القلبه الفراجمنت تبات ايه مكانها على طول. ترد الفراجمنت تمسكها بريدكشن كلامب. بعد كده بقى تحط عليها بريليمينري كي وايرز وسكرو، او تحط عليها الايه الشريحه. طب لو انا هحط الشريحه، الشريحه ام 2 هولز ديت بتاعت سينسس، انا ما شفتهاش كتير بصراحه. انا بنستخدم الاكيوميد. آه الشريحه ديت بيحط فيها اول حاجه مسمار في النص، وبعد كده طبعا المسمار ده بيبقى مهوي، وبعد كده يظبطها بقى في البوزيشن بتاعها ويلفها، وبعد ما يلفها يقوم ايه مبيت فيها المسمار التاني، وبعد كده يقرط المسمارين. او ان احنا نحط ايه لاج سكروز. واللاج سكروز لو انت عندك ترانس اوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن، وترانس اوليكرينون فراكشر ديسلوكيشن زي ما قلنا احنا بنعمل ريبيلد للايه للاوليكرينون مع الكرونويد علشان نكون النوتش بتاعنا ايه تاني. البيلد اب ده بيتم ازاي؟ بيتم من اول الكرونويد لغايه الايه الاوليكرينون. فانا ببدا اول حاجه ان انا ارجع الكرونويد مكانها واثبتها. ثبتها بقى بكي واير، ثبتها بمسامير، ممكن اثبتها بلاج سكروز على حسب الفاسيلتي بتاعتك يعني. وبعد كده برجع عليها الايه الباقي، واقوم مثبت بالايه بالمسامير. فانا اصلا ممكن اثبت الكرونويد بمسمار منها لوحدها بره الشريحه، وممكن اصلا اثبتها بمسمار من جوه الشريحه زي ما احنا شايفين كده في الايه في الصوره. المهم ان انا ايه ان انا لازم اردها واثبتها. ثبتها بايه مش هنختلف، بس لازم تتثبت. انما لو انت جيت حطيت مساميرك كده عمياني وسبت الفراجمنت دي طايره في الهواء، العيان ده ممكن يجي لك مخلوع. لو انت مش حاسس انك انت ستيبل انف، او المسمار دوت مش متاكد ان هو ماسك الفراجمنت مظبوط، فممكن برضو تحط ايه بليت وتقشر بقى المصل. انت كده فاتح البوستيريور ابروتش، فانا فاتح البوستيريور ابروتش اهو، واقوم داخل بقى ايه ميديال، ومقشر المصل دي كلها من على الايه من على الاوليكرينون والميديال بوردر بتاع الاوليكرينون، واقوم داخل مثبت الايه مثبت البليت بتاعتي. طيب لو فراجمنتري، يعني مالتي فراجمنتري وبقى ايه وماسك التب وكده ومتبهدل، فانت ممكن تاخد الغرز بتاعتك عاديه في الايه في الكبسول، وتنزلها تربطها على الشريحه. طبعا نون ابزوربابل سوتشرز عشان ما تدوبش. ده كده ايه المختصر المفيد بتاع الايه بتاع الكورونويد. الكومبليكيشن بتاعتنا زي اي كومبليكيشن لاي فراكشر في القلبو، ممكن يحصل ريكارنت قلبو انستابيليتي لو انت مش عامل ادريش، لو مش مثبت الفراجمنت مظبوط. او ممكن يحصل قلبو ستيفنس زي اي فراكشر في القلبو برضو، وده الموست كومن كومبليكيشن لاي عمليه في القلبو. او بوست تروماتيك ارثرايتس. والحقيقه ان ايه الموست كومن ار تايبس اوف ارثرايتس في القلبو، يا اما روباتويد يا اما بوست تروماتيك، بس نادر جدا ما يبقى فيه برايمري اوستي ارثرايتس في الايه في القلب. او هيتيروتوبيك اوسيفيكيشن لما تيجي تشتغل على القلب كتير، اللي بيحصل تروما للسوفت تيشو، وده بينهانس الايه البروسيس بتاعت الهيتيروتوبيك اوسيفيكيشن اللي بيحصل فيها تكوين للبون في السوفت تيشو. وطبعا دي من الايه من الديفاستيتنج انجريز او الديفاستيتنج كومبليكيشن، ولان هي ريكرنت جدا وصعب جدا ايه التريتمنت بتاعها. او يحصل ايرلي فيلير بقى، والايه انت لو انت ما ثبتش زي ما حصل مع الراجل اللي عمل ايه اوليكرينون من غير ما يثبت الايه الانتروميديال فاسد. حد عنده سؤال يا شباب؟ كده نبقى خلصنا محاضرتنا. تسلم يا دكتور أحمد. الله يخليك تسلم يا باشا. محاضرة جميلة والله، ربنا يجازيك. تسلم يا باشا، ربنا يكرمك. يا عبد الرحمن. تسلم يا دكتور احمد. أي ربنا حد يسلمك. حد عنده اي اسئله؟